وأنا عندي 13 سنة حصل لي حاجة عمري ما كنت أتخيلها في حياتي، ولا حتى في أسوأ كوابيس الرعب اللي ممكن أكون حلمت بيها في يوم من الأيام. بس ده ما كانش كابوس ولا كان حلم، دي كانت حقيقة أكتر من إن أنا ممكن أتخيلها. في يوم صحيت وأنا حاسس إني تعبان، كأني واخد برد شديد لدرجة إني كنت حاسس بالبرد. البرد بيسرف عظمي. أنا حاسس بنفسي نايم على حاجة معدن. بصيت لقيت نفسي لابس زي بتاع العمليات، وكان مبلول كأنه لسه مغسول من شوية. أنا مش فاهم أنا مش فاهم أي حاجة. دماغي بتوجعني، جسمي مش قادر أحركه. مفيش حاجة فيا راضية تتحرك. بس أنا شايف كل حاجة حواليا، حاسس بكل اللي بيجرى من حواليا. حيطان بيضة، نور شديد في عينيا، وهوا بارد بحسس بيه. صناديق معدن في كل مكان. أنا أنا في مشرحة. عرفت من صوت الأجهزة اللي في المكان اللي حواليا، صوت أدوات الجراحة اللي شغالين بيها. وبعدين سمعت أصوات. في واحدة ست كانت بتصرخ، وراجل شتم ورمى كل حاجة على الأرض. هربوا كأنهم شافوا شبح أول ما عيني فتحت. وأنا أنا حتى مش قادر أفتح بقي، مش قادر أتكلم. هما كانوا خلاص كانوا يفتحوا جسمي. كانوا فاكريني ميت. لكن بعد شوية لما الدنيا هدت والدكاترة بدأوا ييجوا ويمشوا، دكتور منهم قال لي إن اللي حصل معايا ده حالة اسمها التخشب. مرض نادر جدا ما بيجيش للناس كلها. المرض ده بيخلي الجسم كأنه ميت، لكن مفهوش نبض، مفهوش نفس، مفهوش أي حركة. الدكاترة كانوا أكدوا وفاتي، وكانوا هيبدأوا في التشريح. وساعات بقعد أفكر، لو كنت صحيت بعد 5 دقايق بس، هل كنت هصحى أصلا؟ هل كنت هبقى هنا دلوقتي؟ هل كنت هبقى بحكي لكم عن اللي حصل؟ في النهاية القصة دي توعية للمرض، لأن اتسجلت حالات كتير اتدفنت وطلعت عايشة بعدها بسبب المرض ده. فخلوا بالكم، والسلام.